بسم الله. الاهلي بيتعادل قدام البنك الاهلي 1-1 في مباراه سيئه جدا 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 للنادي الاهلي. وسيئه ليه؟ هقول لك انك خسرت في الشوط الاول. انت ارتكبت كل اخطائك الفنيه والدفاعيه والهجوميه في الشوط الاول، وبالتالي ما لحقتش تعوض في الشوط الثاني. لانك كمان في الشوط الثاني انت استغليت بس تراجع البنك الاهلي وشكلت الخطوره على مرمى البنك الاهلي فقط لا غير. لكن انت بتلعب الشوط الاول من غير باك يمين وباك شمال، والاطراف بتاعتك الهجوميه مش بتساعد في الدفاع ولا بتعمل دورها في الهجوم، وبالتالي المسخره اللي انت شفتها في الشوط الاول. اداء سيء جدا. البنك الاهلي خطورته كبيره كتير عليك. البنك الاهلي بيعمل كل حاجه في الشوط الاول عليك. مصطفى شلبي ميسي النهارده. دفاع الاهلي خلى مصطفى شلبي ميسي، هو بيلعب كانه ليونيل ميسي، بيرقص وبيراوغ وبياخد الكوره وبيحجز وبيعمل وبيحتفل قدامك بالشعار بالسهم بتاعه ايام ما كان بيلعب مع نادي الزمالك، وبيرقص وفي كور بيلف وشه كده ويباصي وبيعمل. ما انت مخليه ان هو ظاهر قدامك ليونيل ميسي. بس قبل بقى ما ندخل في تفاصيل الشوط الاول، المباراه دي مش محتاجه ابدا تحليل وتكتيك وخطط، دي محتاجه جلسه نفسيه عشان تعرف تتخلص من كل اللي انت شفته. انا طارق العدل، ولو اول مره تشوفني ما تنساش تعمل سبسكرايب، ما تنساش تعمل لايك للفيديو ده عشان يوصلك كل جديد باذن الله. نفس ما قلنا في بدايه الفيديو ان الشوط الاول هو اللي خسرك المباراه. التشكيل اللي نزل انك نزلت باحمد عيد، واحمد عيد مش فايق تماما 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 ان هو يلعب. وهنا بقى تيجي تشوف بالعمري اللي انت مقعده وما بتدخلوش بره القايمه عشان الانسجام وعلشان مش عارف ايه والروح المعنويه والبدني بتاعه واقع. طيب وبالنسبه لاحمد عيد اللي المفروض جاي لك جاهز، ده لا بدني ولا فني ولا اي حاجه. الولد مخضوض ومش عارف يعمل اي حاجه ومش متمركز صح ومش واقف صح، والجول من خطأه. وتعالى بقى نتكلم على الجول عشان الجول فيه اتنين مشتركين فيه. انت عندك الشناوي وعندك احمد عيد. نبدا باحمد عيد لان هو اللي كان ماسك مصطفى شلبي. لا شايف مصطفى بيتحرك ازاي من ورا ظهره، ولا واقف صح، ولا حتى عارف يرجع في تمركز صح عشان يشيل الكوره او يقف قدامه ويضايق مصطفى قبل ما يشوط. تيجي بقى للشيء الثاني، انت عندك الشناوي اللي بص، انا وانت وملايين كتير قوي من جماهير النادي الاهلي عارفين ان هو مش هيفرد دراعه. ليه؟ الله اعلم. الاجابه لا عندي ولا عندك ولا عند اي حد، الاجابه عنده هو. انت ليه ما بتفردش دراعك؟ هتقول الكره صعبه والكره قريبه والكره حبزاويه صعبه وي وي كل الحجج دي. افرد دراعك وبعد كده قال له مش هلومك. لكن انت ما بتفردش دراعك وبعد كده انا بقى لا والله دي الكره دي صعبه عليه، هو هيروح يجيبها ازاي؟ يا عمي افرد دراعك وبعد كده انا هناقشك، وبعد كده هنيجي نقول لا كره صعبه، لا مصطفى شايطها كويس، لا احمد عيد ما غطاش، لا مش عارف ايه. لكن انت ما فردتش دراعك، ما عملتش دورك انت في حراسه المرمى، وبالتالي انا هلومك. هلومك لانك كابتن، هلومك انك خبره، هلومك عشان حاجات كتير قوي. لكن باللي بيحصل ده انت بتكلفني ماتشات. اه يا عمي انا كنت وحش، النهارده الاهلي ما يستحقش حتى النقطه اللي جات له دي. لكن انا بتكلم انك فرصه زي دي انا عاوز حارس بيشيل لي اصعب الكوره. ما تقوليش كوره صعبه، طب انا جايبك ليه حارس خبره؟ الحارس الخبره بيشيل لي الصعب قبل السهل، مش يصد لي السهل وتقول لي اهو صد كورتين. انا عايزه يشيل لي الصعب عشان يلحقني. انا لما اكون وحش يبقى الحارس بتاعي يشيلني. وبالتالي النهارده انت عندك مشاكل دفاعيه وعندك مشاكل هجوميه، الربط ما بين الخطوط سيء جدا النهارده. في مساحات يعني يتزرع فيها فدادين من الرز والطماطم والبطاطس ما بين خط دفاع الاهلي ومنتصف الملعب. اللي كان فيه مروان في نص الملعب، اللي كان الوحيد اللي كان بيلعب كويس في نص الملعب، والوحيد اللي بيحاول يطلع قدام كور للخط الهجومي، وفي نفس الوقت بيعمل الدور الدفاعي، والباقي في نص الملعب ما بيعملش اي حاجه. محمد علي بن رمضان مختفي تماما، الراجل ده ناسي الكوره تقريبا، في حاجه غلط. مفيش النهارده محمد علي بن رمضان، مفيش محمد علي بن رمضان، مفيش اي حاجه النهارده تبشر بان محمد علي بن رمضان بيقدم لي اي حاجه. انت مفتقد امام عاشور بشكل كبير جدا جدا جدا. امام عاشور مشكل نقطه خطيره جدا في اداء النادي الاهلي. الولد ده بيشقلب اداء النادي الاهلي. لكن الاهلي بمن حضر، والاهلي الموضوع ده مش عايزين ندخل فيه قوي، لانك انت ساعات بتدخل الامور في بعض، بتدخل مبادئ الاهلي في حاجتك الفنيه، في امور كتير كده بتبقى مستفزه يعني. انت اللاعب ده مهم، غلط غلطه بيتعاقب، يجي بعد ما يخلص عقوبته ينزل يلعب لانك محتاجه فنيا، دافع فيه فلوس فلازم يلعب لانك محتاجه فنيا، وفريقك شكله وحش من غيره. فريقك شكله وحش من غيره، وكنا فاكرين ان محمد علي بن رمضان هيستغل الفرصه دي، لكن لا استغلها ولا اي حاجه، ولا في اي استغلال من محمد علي بن رمضان ولا اي حاجه. ده بالعكس، ده بيثبت ان هو لاعب سيء ومستواه سيء. مش عايز اقول ان هو لاعب سيء، بس مستواه سيء، ما بيقدمليش الاضافه. انا عاوز جايب لاعب محترف عشان يشيلني، هو عايز حد يشيله.
ودي مشكله، ودي ازمه تانية عند النادي الاهلي، ان المحترفين بتوعه مش موجودين. اشرف بن شرقي صباح الخير، مفيش اي حاجه النهارده، مفيش لا دفاع ولا هجوم ولا اي حاجه، لا دور بيعمل ارتداد صح ولا بيعمل دوره في خط الهجوم ولا اي حاجه. النهارده زيزو لما اتصاب في بدايه المباراه، زيزو اللي ما بيتصابش اصلا مع نادي الزمالك كان مقضيها والله اكبر بدون اي اصابات وبدون اي حاجه. عندك هنا كل شويه يقع، لا هيغيب مش عارف السمانه، لا مش عارف ايه، لو غيب خد لك بقى شهر او شهرين عقبال ما يرجع لك زيزو تاني. لما نزل حسين الشحات، حسين الشحات عنده كوره، عنده كوره، عاوز يلعب كوره، عمل الكوره في هدف التعادل بتاع تريزيجيه. وانت دي بقى المشكله الازليه، المشكله الازليه بتاعتنا دلوقتي هي اللاعب الاوحد. ايه اللاعب الاوحد؟ انا عندي واحد هو اللي بيشيل الفريق، عندي امام عاشور هو هيشيلني في 30,000 ماتش وخلاص، عندي تريزيجيه هيشيلني برضه في كام ماتش وخلاص. طب اداء جماعي؟ لا. طب خط هجوم بيعمل لا. خط دفاع واقف صح وبيشيل؟ لا. هو لاعب واحد، انا عندي لاعب الطفره بيشيلني وخلاص. تريزيجيه مره يشيلني، لا الجراديشيار الله يمسيه بالخير مره يشيلني، لا امام عاشور مره يشيلني. انا مستني اللقطه من لاعب واحد هو اللي بيلعب لعب فردي وهيعمل بمهاره فرديه من عنده يلحقني. لكن احنا كشكل في الملعب لا، البنك الاهلي النهارده كان احسن منك خالص. هو الشوط الثاني ايمن الرمادي تراجع مشكورا وسابك انت تاخد الملعب كله، مسيطر وبتعمل، عملت باص وعملت تعمل، لكن مفيش خطوره فعليه على المرمى، مفيش خطوره فعليه على المرمى، وبالتالي انت ما تستحقش الفوز. ومجهود تريزيجيه هو اللي جاب لك هدف التعادل، لكن غير كده لا، انت ما تستحقش تكسب النهارده، ما تستحقش بادائك بمجمل ال 90 دقيقه. انت عندك 45 دقيقه سيئه جدا، انت ما جيتش. وفي الشوط الثاني انت مش عارف تعمل حاجه، مع ان الخصم قدامك سايب لك كل الملعب، سايب لك الاستحواذ، وانت مش عارف تشكل الخطوره عليه. النهارده ما تقدرش تحكم على اللاعب الجديد المهاجم بتاعك، لانه كام كوره جات له، الكوره اللي جات له دي عادي قلشت يعني، مش هتحاسبه بالقطعه، مش هتحاسبه بالقطعه، لا لسه ما تشوفه، لسه قدام، لسه بدري، ما قالوش اي حكم. بتكلم بقى بشكل، انت النهارده فين شكل اللعيبه؟ تحس ان اللعيبه نازله عندهم 90 سنه ومش قادر ومسهل الحال، وكل الالتحامات النهارده يا نهار ابيض. مصطفى شلبي النهارده والله العظيم لعيبه الاهلي بيتعاملوا معامله ميسي. مصطفى شلبي النهارده بيتعامل معامله ميسي، كل الالتحامات بياخدها، الواحد على الواحد بياخدها، الترقيص بيلم اي حد بيروح عليه، احمد عيد بياكله، احمد رمضان بياكله، اي حد بيدخل عليه مصطفى شلبي كانه بص ميسي، يا خبر مصطفى مسك الكوره، لا 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 انا هعمل ايه؟ خلاص ده هيبهدلني، ده هيرقصني، ده هيسففني. ما هو وده اللي حصل، ده اللي حصل. اي كوره مع مصطفى شلبي هو بياخدها، يعني هو كسبان اي التحام، كسبان اي واحد على واحد وبدون داعي، مش فلت اهو مصطفى شلبي يعني حد يقف على رجله يا جماعه. تغييره محمد هاني دي كانت لازم تبقى بين الشوطين. احمد عيد كان سيء النهارده، الولد خلاص طلع من المباراه، كنت نزل محمد هاني من بدايه الشوط الثاني. شوف انا بقول ايه، بقول محمد هاني ينزل، يعني انا دلوقتي اللي عايز محمد هاني يلعب، انا سبحان الله الدنيا غريبه. فبالتالي انت النهارده عندك مشاكل فنيه في كل حته. شوف انا اتكلمت على الشناوي، اتكلمت على خط الدفاع بتاعك، اتكلمت على نص الملعب اللي ما كانش بيساند في دفاعيا الا مروان بس اللي بيساند، بتتكلم على الاطراف اللي ما اشتغلوش النهارده، بتتكلم على المهاجم مروان عثمان لا حول ولا قوه، مفيش حاجه بتجيله ومفيش اي حاجه، ما خلاص. وبالتالي صفر صفر صفر. انت النهارده الصفر، النهارده ما عملتش اي حاجه، انت النهارده بتبعد الدوري من عنك، بتجمد رصيدك تقريبا عند 27 نقطه، وبيراميدز اعلى منك 28 وعنده ماتش زياده عليك، وبالتالي يعني اتصعبت. احنا بنموت في الصعب، تكسب وتتربع على صداره الدوري وتبقى فرق لا لا لا، ادي بيراميدز فرصه، خليه يبقى فارق عني 6 7 نقط، وانا بقى اقعد اجري وراه ولاحقه ومش عارف. مش هتظبط كل مره، ممكن تظبط مره بس مش هتظبط كل مره، وحتى لو ظبطت كل مره هو انت ليه تحرق اعصابي؟ ليه تحرق اعصابي؟ طب ما فيها ايه؟ فيها ايه لو لعبنا؟ فيها ايه لو كسبنا؟ فيها ايه لو تصدرنا فرق نقط؟ ايه رايكم في الفكره دي؟ ايه رايكم؟ طب ليه نصعبها على نفسنا؟ ليه الصعب؟ وليه الخربطه؟ لا انا شوبير هلعبوا ماتش، الشناوي هلعبوا ماتش النهارده، ايه نزل احمد عيد، لا مش عارف ايه، وكوكا كوكا دي يعني مشكله. بالعمري ينزله ايا كان، عايز اشوفه بالعمري، اكيد هيكون احسن من كوكا، مليون في المية بالعمري هيكون احسن من كوكا، فيا ريت ينزل، مش عايزين وجع دماغ بقى، يا ريت ينزل. لكن احنا بالشكل ده يا جماعه والله العظيم عيب،
والله العظيم عيب. البنك الاهلي عامل عليك ماتش بكل الاسامي اللي عندك دي. انا اكون نازل خط هجومي فيه محمد علي بن رمضان وزيزو، ونازل فيه بن شرقي، ونازل فيه تريزيجيه، وفي الاخر اقدم الاداء ده. يا جماعه عيب يكون الحارس بتاع الشناوي يدخل في كوره زي دي. يا جماعه والله العظيم عيب، اقسم بالله عيب. اللي ده عيب. الاسامي دي بامكانياتهم دي انت تكسب اي ماتش مرتاح، لكن ايه اللي انا بشوفه ده؟ ايه العك ده؟ احنا بنعك. وفي نهايه المباراه كابتن وليد صلاح الدين، انت رايح تعترض على الحكم في ايه يا عمي؟ كلها كور في نص الملعب، التحامات ومش عارف ايه، ما فيهاش يعني مش القصه يعني، مش الحكم اللي هو اللي موتك. انت ادائك في الشوط الاول اللي كان سيء، وفي الشوط الثاني ارتفع شويه، طلع شويه، لكن غير كده ولا اي حاجه. صفر كبيره، صفر كبيره النهارده. اداء فني بلاعيبه وكل حاجه النهارده، كان اداء كل حاجه وحشه، كل حاجه كانت وحشه النهارده. الحاجه الوحيده اللي ممكن تكون حلوه هي الجمهور، اللي في الاول اتكلم على شهداء الاهلي وبعد كده قاعد يشجع اللعيبه وحاسس بالمباراه. كل شويه يا عم العب، حس بقى، الدوري هيروح، اللي مش عارف ايه، ولا الهوا، ولا الهوا. الوحيد اللي كان بيتحرك النهارده بشكل هو تريزيجيه. وده برضه هيرجعك نفس اللي قلت لسه قايله في نص الفيديو. اللاعب الاوحد، انا بلعب لاعب اوحد، هو لاعب واحد، واشوف بقى ربنا هيرزقني بايه. مش قادر ما تعرفش تقول النهارده هارد لك. هارد لك لما تكون عملت اللي عليك. انا ما عملتش اللي عليك للاسف يعني. 27 نقطه، بيراميدز 28 وعنده ماتش ولسه هيفرق عنك، يبقى فرق 4 نقط، والله الله اعلم هتعمل ايه في الماتشات اللي جايه. وهي الدنيا بتتصعب عليك في الدوري بدون داعي، بدون داعي. ما حدش بقى يقول لي بقى ده البدني بيقع، لا مش ده كلام حمصي، ما فيش الكلام ده. اهو يعني هنقول تعالى نقول الدباج هارد لك للنادي الاهلي، وان شاء الله ربنا يوفقنا الماتشات اللي جايه يا جماعه. لكن نعمل اللي علينا، الله يخليكم يعني. ننزل نقدم كوره بدل العبث اللي احنا بنعمله ده. شوف ايه الباكات بتاعتي دي، ايه النهارده باك احمد عيد وباك كوكا، حاجه يعني تمغص، والله العظيم تمغص. وشوف بقى من السخريه ان بتلعب احمد عيد وبتلعب كوكا وقدامهم اتنين ما بيدافعوش في الماتش ده يعني. وفي نص الملعب محمد علي بن رمضان ما بيضغط، ما بينزلش، مش هدافع النهارده. وعندك اشرف بن شرقي برده مش هدافع. تريزيجيه في بعض الكوره كان بيسرح، فاللي هو خلاص بقى موت بقى انتوا، هي باكات اصلا ضايعه وهتضيع اكتر بالضغط اللي هيكون عليه. احمد عيد النهارده كان جابها مستباحه طول الشوط الاول، طول الشوط الاول جابها مستباحه. لكن هنقول ايه؟ خلاص. تعادل بطعم الخساره للنادي الاهلي ونقطه، وانت بتلاحق بيراميدز، لكن خسرت. هارد لك للنادي الاهلي. سلام.